ما تستسلمش، انت اللي بتحدد مصيرك. كام مرة حسيت ان الدنيا ضدك؟ كام مرة فشلت وحسيت انك خلاص مش قادر تكمل؟ كام مرة فكرت تقول كفاية بقى، انا مش قادر؟ بس قبل ما تاخد القرار ده اسأل نفسك، هو ده فعلا اللي انت عايزه؟ هتسيب الظروف تهزمك ولا هتقوم من تاني وانت اقوى؟ النجاح عمره ما كان سهل ولا صدفة ولا ضربة حظ. كل حد نجح في الدنيا دي مر بلحظات زي اللي انت فيها دلوقتي، لحظات شك، لحظات تعب، لحظات احباط. بس الفرق انه مكملش على الارض، قام وكمل. الحياة مش عادلة، بس الفرص موجودة للي بيدور عليها. بص حواليك، كم حد كان في نفس مكانك ووصل لحلمه؟ كم حد فشل بس رفض يستسلم؟ كم حد وقع بس قام أقوى؟ الفرق الوحيد بين الشخص العادي واللي بيحقق حلمه هو الإصرار. الإصرار على المحاولة، على التعلم، على التطور، على إنه ما يوقفش أبدا. النجاح مش أمنية ولا حلم يجي لوحده. النجاح قرار، قرار إنك تكمل لما الكل يوقف، قرار إنك تؤمن بنفسك حتى لو محدش مصدق فيك، قرار إنك كل يوم تبقى نسخة أقوى من نفسك. ما تستناش الفرصة، اصنعها بنفسك. ما تتمنى النجاح، اشتغل عليه. ما تخافش من الفشل لأنه جزء من الرحلة. لو عندك حلم حارب عشانه، اتعب، صبر نفسك، خليك مستعد تدفع التمن، لأن النجاح يستاهل. وفي يوم هتبص ورا وهتشكر نفسك لأنك مكملتش على الأرض. في يوم هيصفقلك الناس لأنك كنت الشخص اللي ما استسلمش. في يوم هتوصل وهتعرف إن كل التعب والمجهود كان يستاهل. علشان كده ما تستسلمش أبدا، لأنك أقوى مما تتخيل. وفي ختام الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك، دعمك يهمنا.